عمرك سألت نفسك قبل كده هو ازاي المصريين زمان كان بيواجهوا الحر من غير تكييف ولا كهرباء؟ المصريين القدماء كان بيخلوا البيوت اللي عايشين فيها مكيفة في نفسها، فكان لكل مبنى واجهة بحري وقبلي وفتحات تهوية محسوبة بدقة علشان توجه الهواء البارد جوه المبنى وتسحب الهواء السخن لبره. وكانوا بيعتمدوا على طوب اللبن في بناء البيوت لأن من مميزاته عزل الحرارة، كمان سمك الحيطان الكبير وارتفاع المباني ووجودها في مناطق قريبة من مصادر المية زي نهر النيل كان بيحافظ على برودة لطيفة جوه المباني. الموضوع كان بينجح عادي لأن مفيش احتباس حراري يا باشا، عايشين عادي من غير ثاني اكسيد الكربون وميثان اللي بيحبسوا اشعه الشمس وبتخليها تسلقنا. يعني هم مثلا كان بيغطوا البيبان والشبابيك بحصير مبلول عشان يمنع دخول الحراره ويخلي الهواء اللي داخل بارد. حلو، اجيب منين حصير اغطي بيه خرم الاوزون؟ احنا مستلمين كوكب مخروب. من الحاجات المهمه اللي عملوها الملاقف الهوائيه، ودي كان عباره عن الواح موجهه للرياح ومحطوطه فوق الصاله الكبيره بتاعه المبنى، مهمتها ان هي تسمح بدخول نسيم الهواء للبيت فبتساعد على ترطيبه. المراوح برضو كانت حاجه اساسيه بالنسبه للملوك، وكانت بتجيلهم مخصوص من النوبه، وكانت عباره عن خشبه طويله وفي اخرها ريش نعام، تجيبها وتجيب معاها واحد يمسكها طول اليوم يهوي بيها كده انت تبقى ملك. ومن الحاجات اللي كانت بتساعد المصريين على مواجهه الحر انهم كان بيلبسوا ملابس خفيفه مصنوعه من الكتان علشان هو وزنه خفيف وبيسمح بمرور الهواء. يعني تقدر تقول ان الجو كان احلى قبل اختراع الموضه. المحاولات دي كلها كانت ذكيه، لكن عموما الجو ما كانش بالصعوبه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. عشان كده العالم كله بيحاول يواجه التغير المناخي عشان ما حدش قد الحر.